بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في شريط بعنوان نصيحة علامة اليمن لأهل حضرموت بمناسبة نزول الشيخ عبد الرحمن العدمي حفظه الله تعالى، أثنى فيه على الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدمي، نأخذ منه مقتطفات. قال رحمه الله تعالى: أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه مقدمة لشريط سيسجل إن شاء الله بعد ليالي، ومن هذه الليلة لا أجد صحتي تساعدني على الآجوبة. تعلمون أن مقام الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني الحضرمي، وينبغي أن نقول الحضرمي العدني لأن أصله غير حضرمي وانتقلوا إلى عدن. تعلمون أنه من آخر إخوانه، وقد قام بخدمة عديدة لإخوانه في الله، نعم في التدريس وحسن الرعاية، وقدر الله تعالى على صغر سنه رجل حكيم محمد. نعم، وقد زار إخوانه بعبر في نصرتين فاستفاد منه إخوانه العدنيون أيما إفادة، وبحمد الله نبلغ بالفقه، فكثيرا ما أسأل عن بعض المسائل جزاه الله خيرا. نعم، وكثيرا أيضا ما تحدث المناقشة بيننا وبينه فيها فرائض تشد لها الرحال، أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ومن هذه الأيام طلب من الذهاب إلى الشهر. وقال رحمه الله: أخونا عبد الرحمن حفظه الله تعالى يرجى أن ينفع الله به حضرموت كلها، ليس الشعر فحسب. والصحيح أن عند إخواننا الحضرميين إقبالا ليس له نظير، كما أيضا كذلك إخواننا العدنيون. وقال رحمه الله: أخو الشيخ عبد الرحمن وهو عبد الله بن مرعي في العطلة هذه ذهب إلى الشهر والتف طلبة العلم حوله. وقال رحمه الله: عبد الرحمن إن شاء الله سيستفاد منه في حضرموت بإذن الله تعالى. نعم، وبحمد الله هو من ذوي الغيرة على الدين ومن ذوي المحبة لدعوة أهل السنة، فأنا أنصح الإخوة بالشهر، بل أنصح إخواننا الحضرميين أن يلتفوا حوله وأن يستفيدوا من علمه، فإن الأمور تتكلف والعراقيل تحصل. لا يدرينا أيدوم لنا هذا الخير الذي نحن فيه، ونرجو أن يدوم، أم تحصل عراقيل ويحصل نعم ما ينقص على أهل السنة حالهم، فليس لأهل السنة
إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو الله. إتيان عبد الرحمن إليهم خير لهم من أن يكيل لهم بالزنبيل ذهبا وورقا، خير لهم لأنه يعلمهم دينهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، تلكم الجموع المكثفة التي بحمد الله رأيناها تشجع، والأخ عبد الرحمن بحمد الله نعم أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه، سيرون عنده ما يسرهم من أخلاق فاضلة ومن فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رحمه الله: فإن عبد الرحمن تدعو له جميعا بأن الله يثبته وأن يصرف عنه كل سوء ومكروه، فإذا ثبته الله سبحانه وتعالى سيأتيه طلبة العلم من اليمن ومن خارج اليمن، وهو أهل لأن يرحل إليه حفظه الله تعالى. وقال رحمه الله: فإن شاء الله إخواننا الحضرميون سيلتفون حول أخيهم عبد الرحمن ويستفيدون منه. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا ويعيذ بلدنا من الفتن. وأخيرا نعلم المستمع الكريم بأن الشريط موجود لدى مكتبة وتسجيلات الإمام الوادع السلفية اليمن حضرموت تريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.